وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا وزادها شرفا وجمالا وبيانا. أنزل بحروفها الذكر قرآنا، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم الإنسان وهداه بالقرآن وعلمه البيان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أفسح الناس لسانا وأجملهم بيانا. وهبه ربه جوامع الكلم ففاق الناس فضلا وجمالا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فهم في اللغة والبيان فرسانا، وعلى التابعين ومن تبعهم إحسانا وإيمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول الأدب العربي في العصر الجاهلي. في البداية نتعرف على معنى الأدب. الأدب في العصر الجاهلي استعمل الجاهليون كلمة أدب بسكون الدال بمعنى الدعوة إلى الطعام، والدعوة إلى الطعام خصلة حميدة وخلق فاضل. قال ابن المبارك: والأدب الدعوة إلى الطعام، والدعوة إلى الطعام خصلة حميدة وخلق فاضل. هو الداعي إلى الطعام الذي أعد المأدبة. واستعمل أيضا آداب بمعنى أخلاق. جاء في كتاب النعمان بن البشير، جاء في كتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب: وقد أوفدت أيها الملك رهطا من العرب، لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم. وقديما قيل: الشعر ديوان العرب. وقائل هذا الكلام هو أبو فراس الحمداني. الشعر ديوان العرب أبدا، وعنوان الأدب لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجب، ذلك لأن فيه ما ذهب عبد القاهر الجرجاني في معنى الأدب: الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب، وأنه مجنى ثمر العقول والآداب ومجتمع مفرق الآداب، والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة، وترسل بين الماضي والغابر ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد، ويؤدي ودائع الشرف عن القائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين مخلدة في الباقين، وعقول الأولين مرددة في الآخرين. وترى لكل من رام الأدب وابتغى الشرف وطلب محاسن القول والفعل منارا مرفوعا وعلما منصوبة وهاديا مرشدا ومعلما مسددا. يقول ابن قتيبة رحمه الله: الشعر معدن علم العرب وسفر حكمتها ومستودع أيامها، والسور المضروب على مآثرها، والخندق المحجوز على مفاخرها، والشاهد العدل يوم النفار، والحجة القاطعة عند الخصام. وفي تعريف الشعر وبيان من هو الشاعر يقول ابن رشيق رحمه الله: وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. وأما أغراض الشعر العربي في العصر الجاهلي: أولا تعريف الغرض في اللغة بمعنى الهدف والقصد والحاجة،
جاء في لسان العرب لابن منظور الأفريقي: القرد هو الهدف الذي ينسب فيرمى فيه، والجمع أقراض. تعددت أغراض الشعر العربي منذ أيام العصر الجاهلي، وذلك حسب ما تطلبه أحوال الناس وطبقا للأهداف التي قيل من أجلها الشعر في كل مرحلة، إلا أنه كانت أغراض الشعر العربي بشكل عام كانت أغراض الشعر العربي محصورة في عدة أغراض تعود للبيئة التي خرج منها الشاعر. وكان الشعر لفترة طويلة صوت الناس الوحيدة. وفيما يلي بعض أهم أغراض الشعر العربي: أولاً شعر الغزل، وهو الشعر الذي يقال في النساء ووصفهن والتشبب بهن. نقول شبب الشاعر بالمرأة، أي تغزل بها وذكر محاسنها وجمالها. ومن أغراض الشعر في العصر الجاهلي شعر الفخر، وهو ما يختص بامتداح الشاعر نفسه وقومه. نقول شاعر يجيد الفخر بأهله، أي التباهي وإظهار المزايا والفضائل. أما شعر المديح فهو المدح نقيض الهجاء، وهو حسن الثناء. ونقول مدحت الشخص، أي أثنيت عليه بما له من الصفات الحسنة، وأحسن الثناء عليه ضد ذمه. شعر الهجاء هو كلام فيه سب وتعديد للمعايب، ويكون في الشعر غالبا. شعر الرثاء من أغراض الشعر الغنائي، يقوم على بكاء الميت وذكر صفاته الحميدة. أما شعر الوصف جاء في لسان العرب: وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة، أي حلاه. وفي العصر الجاهلي زخرت المعلقات بالوصف، كما اشتهر شعراء بوصف الخيل، خاصة منهم طفيل الغنوي الذي كان يسمى طفيل الخيل لوصفه الكثير للخيول، والنابغة الجعدي، كما اشتهر الشماخ ابن درار وهو مخضرم بوصف الحمر. أما شعر الحكمة شعر يراد به الحكمة وضرب الأمثال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، أي إن في الشعر كلاما نافعا يمنع من الجهل والسفه وينتهي عنهما. قيل أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها. شعر الحماسة من أغراض الشعر العربي وموضوعاته الرئيسة، وتدور حول الإشادة بالأمجاد والانتصارات في الحروب والمثل الرفيعة. وهنالك كتاب سمي بديوان الحماسة لأبي تمام، فهو مجموع قصائد من عيون الشعر العربي تدور حول الأمجاد والبطولات في الحروب. وأخيرا شعر الاعتذار، وهذا القرض الأخير من أغراض الشعر في العصر الجاهلي، وهو شعر الاعتذار. العذر الحجة التي يعتذر بها، والجمع عذار، وهو طلب قبول العذر. وأما الآن نعرج على أشهر المعلقات التي قيلت في زمن الجاهلية. والمعلقات لغة من العلق، وهو المال الذي يكرم عليك، أي هذه المعلقات سميت بالمعلقات لأنها كانت كريمة لدى قريش. تقول: هذا علق مظنة، والعلق هو النفيس من كل شيء. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: فما بال هؤلاء الذين يبغرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، أي نفائس أموالنا.
وأما المعنى الاصطلاحي فالمعلقات قصائد جاهلية بلغ عددها 7 و10، أي اختلف في ذلك على قول، وبرزت فيه خصائص الشعر الجاهلي بوضوح، وذلك كما ذكرنا الأغراض التي ذكرناها وجدت في المعلقات، حتى عدت أفضل ما بلغنا من الجاهلية من آثار أدبية. ولم يصل الشعر العربي إلى ما وصل إليه في عصر المعلقات من غزل امرؤ القيس وحماس المهلهل وفخر ابن كلثوم. وفي سبب تسميتها بالمعلقات قد اختلف هناك، منهم من قال كانت تعلق على صدور الفتيات صغيرات، ومنهم من قال كانت تكتب بماء الذهب وتعلق في الكعبة، وهذا ما ذهب إليه ابن عبده ربه في العقد الفريد وابن رشيق وابن خلدون وغيرهم. فمنه يقال مذهبة امرؤ قيس ومذهبة زهير ابن أبي سلمى. والآن مع الشاعر امرؤ القيس في معلقته، هو امرؤ القيس بن حجر، وهو من قبيلة كندة، وكندة قبيلة يمنية كانت تسكن قبل الإسلام غرب حضرموت التي توجد الآن في اليمن، وكانت على اتصال بالحميريين، وكانت على اتصال بالحميريين. وكان امرؤ القيس يلقب بالملك الضليل لكثر قوايته ولفقد ملك أبيه. فأما معلقته فهي قصيدة من الشعر العربي الجاهلي قالها في القرن السادس الميلادي، وهي أشهر المعلقات، وتصنف بأنها من أجود ما قيل في الشعر العربي على مر العصور، وهي منظومة على البحر الطويل. وقد اختلف الرواة في عدد أبياتها. تتضمن القصيدة عرضا لعدة حوادث مر بها الشاعر، حيث تتنقل القصيدة من القرض الأساسي للقصيدة وهو الغزل إلى الوصف، لتشمل عدة موضوعات مثل الوقوف على الأطلال والغزل القصصي ووصف الفرس والليل ورحلة الصيد ومقامرته في ذلك كله. أعزائي المشاهدين، الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى مشاهدي الأعزاء. نواصل ما انقطع من الحديث عن الشاعر امرؤ القيس، وبدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال والبكاء عليها. قال امرؤ القيس في بداية معلقته: قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحمولي. يقول النقاد إن امرؤ القيس هو أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى في البيت، أي أرسل 4 معاني في كلمتين: قفا نبكي. ودائما العرب كانت تبدأ قصائدها بالأطلال والبكاء عليه، والأطلال هي تلك الدمن التي كان يتركها أهل الخيمة ويذهبون ويرحلون إلى مكان آخر، ويأتي الشاعر يبكي تلك الأطلال والدمن. وكذلك نجد في معلقة
امرؤ القيس وصف الليل وتشكي طوله، حيث يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف عاجزا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا يخاطب الشاعر الليل ويشبهه بموج البحر في توحشه ونكارة أمره، وقد أرخى علي ستور ظلامه كما قال، مع أنواع أحزان أو مع فنون الهم، وذلك ليختبر الصبر على دروب الشدائد وفنون النوائب. وكذلك وصف الشاعر امرؤ القيس الفرس ورحلة الصيد ومقامرته، إذ قال وقد اقتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من عل، بصح إذا ما السابحات على الونى أثرن القبار بالكديد المركل، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. يقول في هذه الأبيات يقتدي أي من القدوم الذهاب مبكرا، والطير بعد مستقر في مواقعه، هذا دليل على سرعة فرسه، وصف لسرعة فرسه. وهذا السير السريع يقيد الوحوش بسرعة لحاقه إياه بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، أي يقيد الوحوش. هكذا انتهينا من الشاعر الأول وهو امرؤ القيس في معلقته، أخذنا منها بعض النماذج. الآن إلى الشاعر زهير ابن أبي سلمى. هو زهير ابن ربيعة الملقب بأبي سلمى، وسلمى هذه بنته كانت شاعرة من قبيلة مزينة من مضر. كان شاعرا جمع إلى الشعر الحكمة وجودة الرأي، وكانت أخته سلمى شاعرة، وكذلك أبناؤه كعب وبجير كان شاعرين. يعني هذه الأسرة تتكون من شعراء، من الأب والابن والأخت، وكذلك أبناء كعب بن زهير من الشعراء. وفي معلقته نظم زهير معلقته على إثر انتهاء الحرب بين قبيلتي عبس وذبيان، هذه الحرب التي طالت وكانت قبل الإسلام، وكان القرض منها مدح المصلحين بين القبيلة وهما هرم وسنان، وتعظيم فعلهما، هذا لما فيه من حقن للدماء. فبدأ معلقته بذكر الأطلال كما ذكرنا، كانوا يبدأون معلقاتهم أو أشعارهم بذكر الأطلال، فقال وهو يبكي الأطلال أم الأم أوفى دمنة لم تكلم، بحومنة الدراج فالمتلثم، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا أنعم صباحا أيها الربع واسلمي. وكذلك امتدح هرم والحارث ابن عوف في
هذه القصيدة وبما قام به من الصلح والتعايش بين قبيلة عبس وذبيان. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم. ويخاطب المتحاربين في هذه القصيدة ناصحا لهم: ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. إذن هو يتكلم في هذه الأبيات ينصح المتحاربين، وكذلك يؤكد بأن هنالك كتاب يكتب فيه كل شيء وحساب يحاسب به الإنسان في الآخرة. فهم كانوا يؤمنون بالله وبالآخرة، ولكنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، وذلك كما قالوا ليقربون إلى الله زلفى. كانوا يعلمون أنه إله واحد، ولكن فسدوا في عقيدتهم وعبدوا الأوثان والأصنام. وكذلك من وحي تجاربه ذكر في هذه المعلقة فقال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني من علمي ما في غد عمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأن يرقى أسباب السماء بسلم. هكذا يقول هنا، يقرر عقيدة أنه يعلم ما في اليوم والأمس، ولكن ما في غد لا يعلمه، هو من الغيب. وكذلك هذا الموت سماه خبط عشواء، وعشواء هذه هي الناقة العمياء تخبط يمينا وشمالا لا تدري ماذا تفعل. فهذه المنايا أي هذا الموت شبهه كمثل هذه الناقة العمياء، فهو يصب وهو لا يخطئ، ولكن لكل إنسان أجل، فمن يصيبه يمته ومن يتركه يعمر فيهرم، لأنه هو عمر فهرم. لذلك قال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم، وقيل وقد عاش 150 سنة. وكذلك يقول: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. هكذا يعني هذا الموت مهما كان آت إلى أن يرقى الإنسان، سواء كان يرقى إلى السماء أو يذهب مكانا بعيدا، فالموت آتيه. يقرر هذه المعاني الإسلامية. وشاعرنا الثالث هو عمرو بن كلثوم،
وعمرو بن كلثوم هو ابن مالك ابن عتاب ابن زهير التغلبي من بني تغلب ابن وائل، وينتهي نسبه إلى معدن ابن عدنان. وأمه هي ليلى بنت مهلهل الذي هو أخو كليب المشهور. وقد ساد عمرو بن كلثوم قومه وهو ابن 15 عاما، ساد قومه وهو في صغر سنه، ومات وله من العمر أكثر من 100. وكان فارسا أبيا جريئا حتى بلغ من أمره أن فتك بالطاقية عمرو بن هند في بلاط سلطانه. وكان شاعرا فحلا مطبوعا صافي الدباجة كثير الطلاوة حسن السبك واضح المعاني شديد الفخر قوي الشكيمة. وله معلقة تعد مفخرة من مفاخر الشعر، والتي قال فيها يدافع عن قومه ليسترد حقوقهم. فقد قيل بأنه قالها على إثر الحادثة التي وقعت مع أمه عند عمرو ابن هند عندما أراد أن تخدم أم عمرو ابن كلثوم أمه، أي أم الملك، استحقارا واستذلالا له. فبدأت معلقة عمرو بن كلثوم بالوقوف على الأطلال كعادة الشعراء، لكنه تميز عنهم بطلب السبوح، والسبوح ما يشرب أو يؤكل بالصباح، عكسه القبوق وهو ما يشرب بالليل. وكأنه أراد أن يقيب فكرة الفراق، ثم انتقل الفخر والحماسة والدفاع. فيقول في بداية معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها صخينا، تجور بذو اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا، سبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراه اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا، وكأس قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق وقاصرين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. إذن هذه الأبيات الجميلة قالها في بداية معلقته، فبدأ بالشراب وهو الخمر ووصف الخمر، وكل من يشرب هذه الخمر ينفق ماله فيها مهينا. اللحظ الشحيح هو البخيل. ويقرر معنى إسلاميا هنا: وإنا سوف تدركنا المنايا، الموت مقدرة لنا ومقدرين. وكذلك نجد في شعره وصف الضعائن: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينا، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. وكذلك يقول في فخر للقبيلة في هذه المعلقة: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عسينا الملك فيها أن ندينا، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، نزلتم منزل الأضياف منا
فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مرداة طحونا، ورثنا المجد قد علمت معد، ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونها حتى يبينا، بشبان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، بشبان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي